السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتنا وحبايبنا متابعينا، وحشتونا 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 جدا. احنا طماعين، جمهور الاهلي والله العظيم جمهور الاهلي طماع بشكل، جمهورنا طماع بشكل كبير. قبل اي حاجه ادعوا لاخواتنا في غزه، ربنا ينصرهم ويكون معاهم. تاني حاجه جمهورنا طماع. ما احنا يا جماعه، احنا بنهاجم ادارتنا. احنا جمهور الاهلي اليومين دول شايف فيه نغمه كده في الصفحات ونغمه على السوشيال ميديا ان احنا بنهاجم الاداره والصفقات ومفيش صفقات والموضوع وانتم مقصرين. يا جماعه احنا الموسم اللي فات طالعين واخدين كل البطولات. نهدى شويه. احنا عملنا الاهلي بقى بينقي الصفقات. مش عايزين نجيب زي ميكوسوني وزي الناس اللي تعبانه دي اللي جت. الاهلي السنه دي احنا فعليا مثلا عاملين 3 4 صفقات، بس انا شايفهم صفقات تقيله وكبيره. يعني لما نجيب يحيى عطية الله في الباك الشمال ويبقى معاه علي معلول وكريم الدبيس وكوكا بيلعب الحته دي، احنا عايزين ايه اكتر من كده؟ تنساش ان علي معلول كلها شهرين ثلاثه وهيكون موجود. الصفقه الثانيه جبت اشرف داري مكان محمد عبد المنعم. بقى عندك في المركز ده اشرف داري، وعملنا تعاقد كمان مع يوسف ايمن. بقى عندي اشرف داري ويوسف ايمن ورامي ربيعه وياسر ابراهيم. زائد ان انت عندك ناشئ الناس كلها بتقول لك هيبقى مستقبل كبير اللي هو معتز محمد. ما ندي للناس دي فرصه يعني. عايزين اكتر من كده. نص الملعب بتقول ان احنا مشينا اليو ديانج. انا عندي عمر الساعي الصفقه الجديده بتاعت الاسماعيلي، عندي امام عاشور، عندي السوليه، عندي قفشه، عندي اكرم، عندي مروان عطيه، عندي كوكا، عندي كريم نيدفيد مش عارفين هيكمل ولا لا، وعندي الناشئ مصطفى ابو الخير. انت بتتكلم في 6 7 لعيبه. احنا محتاجين ايه اكتر من كده؟ الجناح الدنيا قامت مش قعدت على عشان خاطر احمد مشي راح لقطر القطري. واحنا عندنا بيرسي تاو وعندنا رضا سليم وعندنا حسين الشحات وعندنا طاهر محمد طاهر وعندنا راجل محمد عبد الله الناشئ. عندنا 6، وفي مجال نجيب كمان 7. لسه الانتقالات ما خلصتش، بس الهجوم الغير مبرر على الاهلي واداره الاهلي. احنا جمهور الاهلي بقى بيهاجم من امتى احنا بنعمل الكلام ده؟ من امتى وجمهور الاهلي بيعمل الكلام ده؟ كتير كتير كده. اللي محتاج تدعيم فعليا هو مركز الهجوم. عندنا عشان عندنا كهربا، عندنا وسام، مع ان في ناشئ واثنين، وعندنا زعلوك وغير زعلوك ناس بره ممكن نجيبها تلعب. بس احنا فعليا محتاجين، اوكي ماشي، محتاجين مهاجم. انما مش محتاجين كميه الهجوم من الاداره على من الجمهور ومن السوشيال ميديا. المفروض ان احنا في ظهر النادي وبندافع عن النادي. احنا في المكان ده وعلى الصفحه دي والفيديوهات دي هفضل دافع عن النادي وعن اداره النادي لاخر يوم. لان لما الناس ما تبقاش عامله موسم تاريخي وفي فرق تانية طالعه ابيض يا ورد، واحنا الاخير بنهاجم عشان الصفقات، واحنا عاملين 4 صفقات عيار تقيل. نهدى شويه، نهدى شويه على الاداره وندعم شويه الاداره. لسه قدامنا 3 4 5 ايام نهدى ونساند ادارتنا، لان احنا عندنا عناصر تقيله فنيا جدا يعني، وخبرات وناس ناس عامله كل حاجه في الكوره. الحاجه التانيه موضوع بومنزا مهاجم الزمالك او جناح الزمالك. انا نفسي اعرف مين اللي الناس اللي طالعه بتتكلم عليه. يعني انا المحمودي من الناس اللي انا بثق فيها جدا ومن الناس اللي بتابعها. المحمود طلع قال لك ان في اول يوم في واحد بعت رساله على الواتساب لبوبنزا ان ادي الناس اللي ليها فلوس عند الزمالك، القضايا اللي عليهم في الفيفا. وان امبارح نفس الشخص بعت رساله تانية بيقول له ادي 1 2 3 4 على سامسونج وابراهيم انداي، الناس دي بتاخد اكتر منك وانت ازاي تاخد بس $1,000,000؟ ما في امتيازات. انا بس النقطه اللي حابب اتكلم فيها في الموضوع ده، عايز اعرف مين. المحمود طلع قال لك حد ما يخصش النادي الاهلي. اسلام صادق امبارح في قعده الكوبري الجديده بتاعت خالد الغندور، قعده الدائري الجديده يعني اللي بيعملها خالد الغندور، طلع برضه قال لك فيها حد بعت وفي حد اتكلم وفي حد عمل وهو مش من النادي الاهلي. طب هو مين لما ده مش من النادي الاهلي وده مش من النادي الاهلي؟ مين؟ اطلعوا يا جماعه قولوا لنا، عرفونا بس نعرف مين، عشان كل اصابع الاتهام حاليا بتتوجه ناحيه النادي الاهلي. والاهلي مش فارق معاه حد، ومحدش يقدر يمس الاهلي طول ما جمهوره اللي هو احنا موجود. دايما شعارنا جمهوره ده حماه، وفعلا احنا جمهوره حماه. مش هنسمح لاي حد انه يرمي النادي الاهلي باي حاجه، بس عرفونا مين هو ده. محمودي راجل من الناس اللي بحترمها جدا، والناس اللي يعني بصراحه على الشاشه من الناس اللي تحترم في اخبارها وكلامها. اسلام صادق شويه عارفين اسلام صادق ليه اجنده وليه موجه يعني. بس احنا عايزين نعرف مين هو كل شويه مين هو الشخص. اطلعوا معقولوا لنا مين هو الشخص، عرفونا مين هو، عرفوا الجمهور، عرفوا جمهور الزمالك، عرفوا جمهور الاهلي. يعني خلونا بس نمشي بشفافيه شويه. منتخبنا. الحاجه الاخيره،
منتخبنا عنده ماتش مع بوتسوانا، ماتش مش بيلو ملامح، مش عارف بقى بوتسوانا عشان ترجع من الماتش الاولاني لسه ما رجعتش لغايه النهارده، هل هيبقى فيه تاجيل لمده 48 ساعه، هل بيلعبوا منتخب تاني بقائمه تانيه، بقى موضوع مش باين. بس ان شاء الله التصفيات دي يعني تصفيات سهله وتخلص. الحاجه الاخيره بس اللي حابب اعقب عليها حجازي وخروجه من المنتخب، دي النقطه المهمه. ما تخرج يا عم حجازي من المنتخب، انت مش تلعب، ما تفضل يا سيدي مع السلامه، انت مين يعني؟ مين؟ اي حد يتكبر على منتخب مصر مع الف سلامه. احنا مش واقفين على حد ومش هنقف على حد. ده منتخب مصر اكبر من اي لاعب ومن اي مدرب ومن اي حد في اتحاد الكوره ومن اي لاعب ايا كان. هو الناس موجوده وقدرتنا موجوده ولاعبتنا موجوده، اللي مش عايز يتفضل. اصل عشان هم يقولوا اطلع ده حجازي يعتذر عشان تشوف ظروف خاصه، وانت تطلع تقول لا اصل ما اعتذرتش وما فيش ظروف، لا يا سيدي اتفضل، احنا مش عايزينك بطبيعه الحال يعني وما تلزمناش. اللي ما يقدرش منتخب مصر لو هيلعب ثانيه واحده ما يلزمناش ايا كان مين هو. حجازي من الناس اللي بحبها جدا على فكره، الناس اللي متابعها من ايام المنتخب الاولمبي، كان صلاح وحجازي والنني والناس دي. بس اذا انت هتيجي النهارده تتكبر على منتخب مصر عشان كلمه قالها طارق سليمان، لا. ما انت كنت بتلعب اساسي والناس كانت بتقعد دكه بره، كانوا طفشوا بقى الناس دي. طب بالك يمكن 10 سنين بتلعب اساس، محترمين تاريخك يا سيدي على دماغنا من فوق والله. بس ما كانتش محتاجه الاوفر والدوشه اللي انت عملتها دي كلها يا حجازي. في الاخير بتمنى من اخواتنا وحبايبنا بعد اذنكم يعني، احنا بنتمنى ان انتوا تعملوا لنا لايك يا جماعه. اللايكات يا جماعه والله اللايك ضعيف، شدوا معانا على اللايكات شويه عشان الفيديو ده يوصل لاكبر عدد من اخواتنا. احنا هنا بندعم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي. اتمنى منكم لايك وشير وكومنت لطيف من الناس اللطيفه حبايبنا، واشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.